السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله مع درس جديد، مصر والقضية الفلسطينية. طبعا اللي بيسأل إحنا مالنا ومال فلسطين؟ لا، فلسطين مهمة لكل عربي سواء كان مسلم أو مسيحي. طب إيه الأسباب؟ بما تفسر أهمية فلسطين. رقم واحد، ولد بها السيد المسيح عليه السلام، سيدنا عيسى اتولد في مدينة اسمها بيت لحم في فلسطين. طيب نمرة اتنين، أسري إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الكلام ده حصل في رحلة الإسراء والمعراج. طيب رقم ثلاثة، يوجد بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. أولى القبلتين لأن ده كانت القبلة الأولى، كان المسلمين بنصلي ناحية المسجد الأقصى. بعد كده حصل تحويل للقبلة في ليلة النص من الشعبان، ولذلك هي أولى القبلتين. طيب ثالث الحرمين، حضرتك عندك الحرم المكي رقم واحد الكعبة المشرفة، حرم النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرم الثالث هو المسجد الأقصى. يبقى هنعيد تاني أهمية فلسطين. رقم واحد، ولد بها المسيح عليه السلام. اثنين، يوجد بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. رقم ثلاثة، أسري إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي حصل في فلسطين؟ كلنا بنشوف الأحداث اللي بتحصل الأيام دي. الموضوع له تبعية تاريخية قديمة أوي. في الحرب العالمية الأولى انجلترا هي تدرك أهمية موقع فلسطين. فلسطين مهمة موقعها ده كان سبب لطمع الغزاة على مر العصور. فوزير خارجية انجلترا كان اسمه بيلفور، وزير خارجية انجلترا بيلفور طلع وعد أو تصريح اسمه تصريح بيلفور، بيقول إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هنعمل دولة لليهود فين يا جماعة؟ في فلسطين. طيب هل يجوز؟ هل ينفع أدي دولة مش بتاعت الحد تاني؟ طيب هل الحد التاني اللي هم اليهود دول يستحقوها؟ أكيد لا. ولذلك هذا الوعد أطلق عليه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. مين اللي لا يملك؟ طبعا انجلترا. ومين لا يستحق؟ اليهود. مشكلة إن فلسطين في الفترة دي كان عايش فيها عدد كبير من المسلمين مسيحيين وعدد قليل جدا من اليهود. طيب إزاي العدد البسيط القليل من اليهود دول هيقدروا يعملوا دولة؟ بص يا سيدي القصة جت إزاي. عصبة الأمم، هتقول لي ايه عصبة الأمم دي؟ هقول لك هيئة دولية موجودة قبل الأمم المتحدة. تسمع أنت دلوقتي عن الأمم المتحدة، زمان ما كانش في أمم متحدة، كان اسمها عصبة الأمم. أقرت نظام اسمه نظام الانتداب، والانتداب هو شكل من أشكال الاستعمار. اتعمل مؤتمر دولي لدول الحلفاء اللي هي الدول اللي انتصرت في الحرب العالمية الأولى، بيسموهم دول الحلفاء. المؤتمر ده اتعمل في إيطاليا وكان يسمى مؤتمر سان ريمو. مؤتمر ايه يا جماعة؟ سان ريمو. في المؤتمر تقرر فيه وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، اللي احنا هنخلي فلسطين تحت الانتداب البريطاني، يعني تحت الاستعمار البريطاني. ليه يا عم؟ قال لك تمهيدا لتنفيذ وعد بلفور. كان العالم كله تواطأ على فلسطين. ماشي، يبقى ما يقول لي في الامتحان تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني من دولة، أقول له إيطاليا. تنفيذا لقرارات مؤتمر، هقول له مؤتمر سان ريمو. طيب تمام، كده أصبحت إنجلترا هي المسؤولة عن فلسطين. هل إنجلترا هتنفذ وعد بلفور ولا هتتخلى عن وعدها؟ أكيد طبعا هتنفذ وعد بلفور. طيب إيه الإجراءات اللي اتخذتها إنجلترا لتنفيذ وعد بلفور؟ تعالى يا باشا نشوف كده مع بعض. رقم واحد، السماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين. تخلي اليهود يهاجروا من كل مكان في العالم يجوا على فلسطين عشان عددهم يزيد. لأن لو واحد مجرم مثلا عايز يستولى على شقتك وهو واحد وانتم مجموعة مش هيقدر، فلازم يجيب بلطجية كتير وعصابات كتير. فبرضه اليهود لازم يجوا من كل مكان في العالم على دولة فلسطين عشان يقدروا يعملوا دولتهم. يبقى رقم واحد السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين. طيب نمرة اتنين، السماح بانتقال ملكية الأراضي من العرب إلى اليهود. هتسمح ان الارض تتنقل ملكيتها من العرب تبقى ملك لمين؟ لليهود. وبكده عدد اليهود هيزيد، يبقوا هم اللي حاطين ايدهم على الارض. هتقول لي حضرتك دلوقتي وفي موقف الشعب الفلسطيني ايه يا مستر؟ ما عملش حاجه. اقول لك لا، الشعب الفلسطيني الحقيقه عمل انتفاضات وثورات، كان اشهرها انتفاضه 1929 وثوره 1936 اللي كانت بقياده اللجنه العربيه. يبقى لو قال لك في الامتحان ايه موقف الشعب الفلسطيني، هنقول له انتفاضة عن 1929 وثورة 1936 يا جماعة بقيادة اللجنة العربية. تمام، المشكلة منتهبة، الشعب الفلسطيني بيعمل ثورات، تم وضع قضية فلسطين أمام الأمم المتحدة. الأمم المتحدة سنة 1947 طلعت قرار بتقسيم فلسطين.
يبقى قرار تقسيم فلسطين أصدرته الأمم المتحدة سنة 1947. هنقسمها إزاي؟ دولة عربية، دولة يهودية، مدينة القدس تحت إدارة دولية لأن القدس لها أهمية خاصة ولذلك حطوها تحت إشراف دولي. يبقى تقسمت فلسطين 3 أقسام: دولة عربية، دولة يهودية، القدس تحت إدارة دولية. طب تعال نشوف كده ردود الأفعال وموقف الدول المختلفة. أولا الدول العربية رفضت قرار التقسيم. ليه؟ حضرتك أنت بتاخد جزء من بلد بتديها الناس ما يستحقهاش، فطبيعي اللي أنت هترفض. يعني أنا دلوقتي لو واحد طمعان في شقتك ورحنا نرفع قدام واحد كده كبير المنطقة في حاجة نقول له احكم، فقال خلاص احنا هنديله نص الشقة بتاعتك، هتوافق؟ لا طبعا، كلها بتاعتي. ففلسطين كلها ملكي. فرفضت الدول العربية. اليهود طبعا لأنهم حرامية وبلطجية وافقوا على قرار التقسيم واعتبروا ان ده بداية لتأسيس دولتهم. وبدأ تتكون عصابات مسلحة تعمل مذابح في فلسطين، كان أشهرها مذبحة اسمها مذبحة دير ياسين. مذبحة ايه يا جماعة؟ دير ياسين. تمام زي الفل. انجلترا بقى اللي صنعت المشكلة كان موقفها غريب خالص. انجلترا امتنعت عن التصويت، ولا وافقت ولا رفضت، واعلنت انها هتنسحب من فلسطين في 14 مايو 1948. يا جماعه انا همشي واسيب لكم البلد. يخرب بيتك يا انجلترا، انت ماشي بعد ما عكيتيها، بعد ما عملت المشاكل كلها، هتمشي انجلترا يوم 14 مايو سنه 48. ده طبعا يا جماعه كان في صالح اليهود لان عددهم اكتر، سلاحهم بقى معاهم، عملوا عصابات يهوديه، امتلكوا الارض، ولذلك تاني يوم 15 مايو 48 تم إعلان قيام دولة إسرائيل. يبقى إسرائيل اتولدت في 15 مايو 48، دولة عمرها تقريبا 70 سنة. إحنا هنا في مصر أكتر من 7000 سنة، دولة بلا تاريخ، شوية عصابات. أنا لا أعترف بوجود إسرائيل. المهم، أكبر دولتين في العالم اعترفوا بوجود إسرائيل: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. ومن هنا بقى في دولة في التاريخ اسمها دولة إسرائيل في الوجود، وهي لا دولة ولا تاريخ لها ولا جغرافيا لها، ده كانوا مشتتين في العالم كله. ماشي، تعال بقى نشوف الأحداث اللي هتحصل بعد كده. الحقيقة إن اليهود دول حرامية كبار قوي. هم مش مكفيهم فلسطين، لا مش مكفيهم الشقة اللي خدوها، ده طمعانين في العمارة كلها. ويا ريت كده، ده طمعانين في العمارات اللي جنبها، في البلاد اللي جنبها. ولذلك المخطط بتاعهم من النيل إلى الفرات. يعني هيعملوا دولة إسرائيل الكبرى من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق. يعني عايزين ياخدوا مصر وياخدوا سوريا وياخدوا لبنان وفلسطين والأردن والعراق. أنا هسكت وأنت رد أنت براحتك. ولذلك دخلوا في عدة حروب مع العرب، مش مع فلسطين بس. كان أولها حرب فلسطين عام 1948. دي أول حرب خاضها العرب مع اليهود. طيب إيه أسباب الحرب؟ ما يقول لك في الامتحان بما تفسر حرب فلسطين سنة 48. رقم 1: نصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود. احنا جايين ننصر إخواننا الفلسطينيين من بطش اليهود اللي عملوا مذبحة اسمها دير ياسين. طب نمرة 2: مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. يبقى في سببين للحرب، نعيدهم تاني: نصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. زي الفل. دخلت الجيوش العربية على فلسطين على أمل إنها تحقق الأهداف. في البداية الحمد لله كانت الجيوش العربية هتنتصر، حققت تفوق، لكن الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها ساندت إسرائيل. ساندت إسرائيل إزاي؟ دخلت الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن وعملت هدنة مدتها شهر. خلت مجلس الأمن يطلع قرار بهدنة مدتها شهر، وقف القتال. واشترطوا إن في الشهر ده ممنوع جلب الأسلحة أو جلب المحاربين، ولا العرب يجيبوا سلاح ولا محاربين، ولا اليهود يجيبوا سلاح ولا محاربين. طبعا احنا كعرب طيبين خالص، طول الشهر نمسك قنياسين ونشرب شاي وسجاير والدنيا زي الفل. اليهود طول الشهر يجيبوا سلاح ويجيبوا محاربين، يجيبوا سلاح ويجيبوا محاربين. طب لما المهلة خلصت التفوق هيبقى لمين؟ لليهود. رغم ان الهدنة دي المفروض انها كانت تحت اشراف دولي، لكن سلمنا على دولة فندي اللي كان بيعمل كده لليهود، عدوا بسرعة. فسمح بهجرة اليهود، وسمحوا بدخول محاربين، وسمحوا بدخول الأسلحة.
لما اتجدد القتال ظهر التفوق الإسرائيلي في جميع جبهات القتال، وانتهت الحرب بهزيمة الدول العربية. طيب ايه النتائج المترتبة على هزيمة حرب فلسطين؟ رقم واحد، عد معايا يا سيدي: استيلاء إسرائيل على فلسطين كلها. استولت إسرائيل على فلسطين كلها ما عدا الضفة الغربية، ده في قوات أردنية، قطاع غزة وده تحت إدارة مصرية. مدينة القدس اتقسمت بين العرب وبين اليهود. هنعيد تاني نتائج حرب فلسطين. رقم واحد، استيلاء إسرائيل على فلسطين كلها ما عدا الضفة الغربية اللي فيها قوات أردنية، قطاع غزة تحت إدارة مصرية، مدينة القدس اتقسمت بين العرب وبين اليهود. تمام يا باشا؟ زي الفل. كده أول حرب الدول العربية خسرتها. نيجي بقى على الحرب الثانية، العدوان الثلاثي على مصر سنة 56. 3 دول هيجوا يضربوا مصر سنة 56: إنجلترا، فرنسا، إسرائيل. طب إيه الأسباب؟ هقول لحضرتك هم 3 دول ولكل دولة سبب. السبب الأولاني ده يخص إسرائيل، إن مصر اشترت أسلحة من الاتحاد السوفيتي. رحنا اشترينا أسلحة من الاتحاد السوفيتي عشان نواجه الأطماع الصهيونية، حقنا. فإسرائيل حبت إنها تخش الحرب دي، تقول لك أنا أتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا. طيب رقم 2، السبب الثاني إن مصر ساندت حركات التحرر في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. فرنسا كانت محتلة الجزائر، مصر وقفت مع مين يا حضرات؟ الجزائر. ففرنسا طيب أنا هوريك يا مصر، ودخلت فرنسا اشتركت في العدوان الثلاثي. السبب الثالث وده كان مهم جدا هو تأميم شركة قناة السويس، وده أضر بمصالح إنجلترا الاقتصادية. يبقى ده يخص إنجلترا حضرات. طيب الخطة إيه؟ إسرائيل هتبدأ تخش على شبه جزيرة سيناء. إنجلترا وفرنسا قال يعني عملوا نفسهم بيهدوا الموقف، فبعتوا لمصر إنها توقف الحرب وما تدافعش عن نفسها. طبعا مصر رفضت، فإنجلترا وفرنسا نزلوا قواتهم على بورسعيد وقدروا يستولوا عليها. لكن جم يتقدموا وياخدوا إسماعيلية فشلوا. طيب فشلوا ليه؟ بما تفسر أو أقول له بسبب شدة المقاومة. شدة الإيه؟ المقاومة. ويا باشا إحنا كده الجيش بتاعنا في سيناء اتعمل عليه حصار كان ماشي. اليهود جم من الناحية دي فلسطين، وإنجلترا وفرنسا دخلوا لك من قناة الإيه؟ السويس، وحضرتك في النص. الحمد لله سحبنا جيشنا من سيناء عشان يدافع عن قناة السويس. الحمد لله اللي احنا عملنا كده، وإلا كانت قواتنا اتفرمت. فدخلت اليهود، دخلت إسرائيل واستولت على شبه جزيرة سيناء. طيب تفتكر حضرتك لما يبقوا 3 دول جايين يضربوا مصر، العدوان ده ينجح ولا يفشل؟ تقول لي ينجح؟ أقول لك لا الحمد لله فشل. طيب إيه أسباب فشل العدوان؟ رقم واحد، المقاومة الباسلة من الجيش والشعب. يا باشا مش بس الجيش كان بيحارب، ده الجيش والشعب. طيب نمرة 2، وقوف بعض الدول العربية إلى جانب مصر. في دول عربية محترمة سدتنا وبعتت أسلحة وبعتت جنود. طيب رقم 3، تنديد الأمم المتحدة بالعدوان. المنظمة الدولية للأمم المتحدة نددت العدوان. طيب رقم 4، رفض الولايات المتحدة استخدام القوة في فض المنازعات. حتى الدولة حليفتهم أمريكا رفضت. إيه ده 3 دول يضربوا دولة؟ أنتوا مجانين. طيب رقم 5 وده كان مهم جدا، التهديد للاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي قوة عظمى، قال لهم على الطلبات بالثلاثة، لما انسحبت من مصر لا اخش واضربها، فخافوا. يبقى عندك 5 أسباب لفشل العدوان الثلاثي. طيب ايه النتائج المترتبة على فشل العدوان؟ تعالى يا باشا نعد كده مع بعض. رقم 1، انسحبت انجلترا وفرنسا من بورسعيد يوم 23 ديسمبر سنة 56، ولذلك اليوم ده احنا بنسميه عيد النصر عشان انسحاب انجلترا وفرنسا. طيب نمرة 2، انسحبت إسرائيل من سيناء في أوائل عام 1957. طيب رقم 3، وضع قوات طوارئ دولية على الحدود بين مصر وإسرائيل. طيب رقم 4، الدول العربية أدركت المخطط أخيرا، مش على قد فلسطين يا أبويا، لا ده عايزين الدول العربية كلها، ولذلك قامت وحدة بين مصر وسوريا سنة 58. طبعا الحمد لله لأن احنا عندنا جينات العروبة قوية جدا. الوحدة دي استمرت فترة طويلة جدا 3 سنين بس، وانفصلوا سنة 1961. طيب لو سأل حضرتك وقال لك تم وضع قوات طوارئ دولية بين مصر وإسرائيل أول مرة بعد حرب نختار على طول العدوان الثلاثي سنة 56، يا ترى انتهت الحروب على كده؟ أقول لك لا أبدا. في حرب جديدة 5 يونيو سنة 67 بنسميها في التاريخ حرب النكسة. الحرب دي إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة ودول أوروبا قدرت إنها تهزم الدول العربية. طيب إيه سببها؟ إسرائيل أدركت أهمية وقوة مصر، فأرادت أنها تستدرج مصر والدول العربية لحرب غير مستعدين ليها.
هي عارفه كويس جدا ان احنا مش مستعدين للحرب، فعايزه توقعنا في حرب احنا مش جاهزين ليها عشان هي جاهزه. طيب عملت اسرائيل. اسرائيل حشدت قواتها على الحدود مع سوريا. بعتت جيش على الحدود مع مين؟ مع سوريا. تقول لي انا مالي ومال سوريا، ما احنا انفصلنا عن بعض يا مستر سنه 61 وانت بتكلمني في عدوان حصل سنه 67. اقول لك يا باشا كان بين مصر وسوريا معاهده اسمها معاهده دفاع مشترك، يعني لو حد اعتدى على مصر سوريا تقف مع مصر، ولو في دوله اعتدت على سوريا يبقى مصر تقف مع مين؟ مع سوريا، نساعد بعض. طيب موقف مصر ايه؟ عد معايا. رقم واحد، حشدت مصر قوتها على الحدود مع سوريا. طيب نمرة 2، طلبت مصر من قوات الطوارئ الدولية الانسحاب من بعض النقاط، لو سمحتوا ارجعوا ورا شوية عشان نفرد جيشنا. طب رقم 3، أغلقت مصر خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، مفيش سفينة إسرائيلية تخش خليج العقبة. ليه؟ قال لك إحكاما للحصار الاقتصادي اللي بيفرضه العرب على إسرائيل عشان نقرفها اقتصاديا. تمام يا حضرتك؟ طيب طبعا في دول كبيرة ومحترمة بدأت تتدخل عشان تهدي الأطراف. إسرائيل خدعتنا، وفي فجر يوم 5 يونيو سنة 67 ضربت جميع المطارات المصرية، دمرت كل المطارات المصرية، وكانت النتيجة هزيمة الدول العربية، واستولت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء من مصر وعلى هضبة الجولان من سوريا، استولت على الضفة الغربية من الأردن، استولت على قطاع غزة، كل ده استولت على مدينة القدس العربية. كل ده حصل في 5 يونيو سنة 67. ولذلك طلع الجيش الإسرائيلي وقال عن نفسه الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. فرحانين قوي، لا إن شاء الله هتتقهروا وهتتهزموا. خلاص؟ طيب حضرتك بتقول لي إيه سبب هزيمة الدول العربية؟ رقم 1، التفوق العسكري الإسرائيلي خاصة سلاح الجو. إسرائيل تعتمد على التفوق العسكري، إحنا عددنا كبير هم عندهم أسلحة خاصة سلاح الجو بيضرب بالطيارات. طب نمرة 2، استخدام إسرائيل عنصر مفاجأة. هي ما اتصلتش على مصر وقالت لها اعملي حسابك احنا هنحاربك يوم 5 يونيو، لا ضربتنا فجأة. طب رقم 3، مساعدة الولايات المتحدة يا باشا، وانت بتقول لي هي ازاي ضربت المطارات؟ عرفتها منين؟ في أجهزة تجسس أمريكية وأقمار صناعية صورت مواقع المطارات وبعتتها لإسرائيل. طيب رقم 4، وقوف أوروبا، دول أوروبية والولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، عسكريا أحدث الأسلحة، اقتصاديا أموال طائلة، وسياسيا لو طلع أي قرار بيقفوا معاه. ماشي. هتقول لحضرتك في مجلس أمن يا مستر نروح نشتكي في مجلس الأمن. طلع قرار من مجلس الأمن يا ريس، قرار رقم 242 لسنة 67. 242 لسنة 67 بيقول 1، إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل والعرب، محدش يحارب حد. طيب نمرة 2، حرية الملاحة في الممرات الدولية، يقصد اللي احنا ما نقفلش خليج العقبة. طيب رقم 3، إنشاء مناطق منزوعة السلاح على الحدود بين مصر وإسرائيل. نيجي على الحدود بين مصر وإسرائيل نعملها منطقة منزوعة السلاح عشان لو حصلت مشكلة ما نفرتكش بعض. لما يكون والدك سايق عربية وواحد تاني سايق عربية وخبطوا بعض، لو معاهم أسلحة ينزلوا يفرتكوا بعض. طب لو معاهمش أسلحة يهللوا شوية وبتاع والدنيا هتمشي. طيب رقم 4، اسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة اللي احتلتها سنة 67. رقم 5، احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها. عبد الناصر بصراحة كان يطلع يجننهم، يقول لهم أنا لا أعترف بوجود إسرائيل. والله يا عبد الناصر وأنا كمان مفيش حاجة اسمها إسرائيل. طيب المهم، مصر والدول العربية قبلت القرار، إسرائيل امتنعت عن تنفيذه ومطلت، ولحد النهاردة في 2024 القرار ما تنفذش إلى الآن. ده اسكت يا رجالة؟ لا. مصر بقى الحمد لله الرئيس عبد الناصر أعلن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. واحد ضربك وخد منك حاجة ما ينفعش تقعد تتحايل عليه، بالقوة خدها منه. ولذلك بدأت مصر في إعادة بناء القوات المسلحة من حيث اختيار، تدريب، تسليح. اختار الضباط صح، أدرب الجيش تدريب قوي، أسلحهم بأحدث أنواع الأسلحة. وبدأنا نخش في مرحلتين. المرحلة الأولى اسمها الصمود والتصدي. الصمود وإيه؟ تصدي، يعني أنا أصمد في مكاني وتصدى لأي محاولة للقوات الإسرائيلية للتجاوز. تمام. المرحلة الثانية اسمها حرب الاستنزاف. طب خلينا في المرحلة الأولى. إيه اللي حصل في المرحلة الأولى؟ إسرائيل حاولت تخش مدينة اسمها بور فؤاد، بعتنا لها قوات صاعقة اتعاملت معاها، والحمد لله تكبدت إسرائيل خسائر فادحة وما قدروش يخشوا بور فؤاد. والمعركة دي كان اسمها معركة رأس العش. يبقى معركة رأس العش حصلت في أنهي مرحلة؟ في مرحلة الصمود والتصدي.
تاني حاجة تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، مدمرة ضخمة كبيرة إيلات، قدرت مصر الحمد لله انها تدمرها بصواريخ البحريه، وبنأكد تاني بصواريخ البحريه. ممكن يجي لك سؤال يقول لك تم تدمير مدمره اسرائيليه بصواريخ المدفعيه، لا يا باشا، البحريه المصريه. طيب في انهي مرحله حصلت راس العش تدمير ايلات؟ اقول له في مرحله الصمود والتصدي. نيجي المرحله اللي بعد كده، حرب الاستنزاف. يعني ايه استنزاف؟ معناها استنزاف طاقات العدو الاسرائيلي في شبه جزيره سيناء. انا النهارده لو واحد ضخم قدامي انا مش قادر عليه، خليني احوره فيبدا ينزف فقوته تضعف، فاسرائيل قويه معاها اسلحه، فاحنا عايزين ننزفها كده، نعورها فتقوم قوتها تضعف، يعني نوجه لها ضربات. حصل ايه في المرحله دي؟ حصل حاجتين. بدانا نضرب بخط بارليف المدفعيه بتاعتنا، والحاجه الثانيه وكانت مهمه جدا بناء حائط الصواريخ. الطيران الاسرائيلي كان بيطلع يعدي قناه السويس ويجي يضربنا الناحيه الثانيه. ضربوا مدرسه ابتدائي اسمها مدرسه بحر البقر، طلبه في ابتدائي رايحين المدرسه خلاص، واسم القوات الاسرائيليه بتضرب، فلازم نعمل حائط صواريخ عشان يتصدى لهذه الطيارات. الطياره تطلع احنا نطلع لها صاروخ يوقع. طب كانت ايه النتائج؟ الحمد لله منعت القوات الاسرائيليه من الاقتراب من قناه السويس، لان اي طياره هتطير هنضربها. تاني حاجه حصلت في المرحله دي وكانت مهمه جدا، بدانا نضرب في خط بارليف المدفعيه المصريه. طبعا اسرائيل تكبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا جماعه، احنا وقفنا اخر حاجه عند حرب الاستنزاف، قلنا بناء حائط الصواريخ اللي كان من نتائجه منع اقتراب الطائرات الاسرائيليه من قناه السويس. تاني حاجه حصلت كان خط بارليف، بدات المدفعيه المصريه توجه ضرباتها على خط بارليف، وطبعا الولايات المتحده لما شعرت بالخطر على اسرائيل قام وزير خارجيه الولايات المتحده اسمه روجرز، اسمه ايه؟ روجرز، بمبادره عرفت باسمه، سموها مبادره روجرز لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا. خلاص بقى ما دام احنا بدانا نتفوق، فامريكا على طول بتتدخل، وكانت مبادره روجرز لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا. وبكده مرحله الاستنزاف شهدت حاجتين. اول حاجه فيهم كانت، برافو عليك، تدمير خط بارليف او حصون خط بارليف. الحاجه الثانيه طبعا كانت مهمه جدا، حائط الصواريخ. في المرحله دي استشهد الفريق اول عبد المنعم رياض، وده كان منصب مهم جدا، رئيس اركان حرب القوات المسلحه. وعبد المنعم رياض كان احد الاركان الاساسيه اللي اعتمد عليها عبد الناصر في اعاده بناء القوات المسلحه اثناء حرب الاستنزاف. ولذلك اليوم اللي استشهد فيه عبد المنعم رياض 8 مارس كل سنه بنحتفل بيه، ده اسمه عيد الشهيد. بعد كده عام 1970 توفي الرئيس جمال عبد الناصر، وطبعا انتوا عارفين اللي هيمسك الدوله بعد منه الرئيس محمد انور السادات. محمد انور السادات بترجع اهميته زي ما بيقولوا كده ان هو كان صاحب قرار بدء حرب اكتوبر سنه 73 اللي بيه ان شاء الله هتستعيد مصر شبه جزيره سيناء. وبكده انتهى درس النهارده، واتمنى اكون فدتكم ان شاء الله، وبالتوفيق ليكم سنه ثالثه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.